المستوى اللي شفناه اليوم من النصر هذا مستوى فريق داخل يبى ياخذ بطولات في الموسم من الآخر. واضح أن جيسوس في المعسكر هلكهم هلاك، لأن اللياقة اللي شفناها اليوم مستحيلة أنها تظهر من فريق غير جاهز أو من فريق مقصر في المعسكر. لأن اللي شفناه في الطرف الثاني فريق قاعد يلعب على الواقف، الاتحاد قاعد يلعب على الواقف. أنتوا شو كنتوا تسووا في المعسكر؟ أنا مستغرب لعيبة الاتحاد، هو كان في معسكر أصلا؟ النصر 75 دقيقة يلعب ناقص 70 إلى 75 دقيقة، فريق الاتحاد واقف مش قادر يمشي مش ركض، يمشي مش قادرين يمشوا، والمدرب نايم. الفريق يعاني من الشوط الأول. الشوط الثاني بدل دقيقة 80 وفي لعيبة زينين في الاحتياط يعني، واللعيبة الأساسيين مش قادرين يمشوا أصلا في الملعب. الرتم بطيء ومقرف، استغفر الله العظيم، تحسها مباراة اعتزال. والطرف الثاني فريق ناقص وقاعدين يلعب برتم عالي وضغط والتزام دفاعي. وفيليكس يا جماعة، فيليكس شوفوا، فيليكس أسطوري في أول شهرين مع كل فريق يوقع معه، مع ميلان، مع تشيلسي، مع برشلونة. هو مشكلته بعدين، مشكلته بعد أول شهرين فالمستوى اللي شفتوه اليوم طبيعي من فيليكس. هو لاعب كموهبة خرافي، انباع لأتلتيكو ب 120 مليون. ما في لاعب بينباع في 2019 ب 120 مليون إلا أن عنده موهبة خرافية، ولكن مشكلته الاستمرارية. إذا استمر فصراحة جيسوس بيكون سوى شيء ما في مدرب قدر يسويه مع فيليكس. أما عن الاتحاد، لو استمرت هالعقلية والدلع ولوران بلان يعطي اللعيبة الحرية الكاملة، شكله موسم حتى ما بيكونوا موجودين في التوب فور. الله يعين.